طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، معكم بالتقديم آية عصام. أصدر بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني قرار مباشرة القائد الجديد لقوات الكوماندو كردستان، وخلال المراسيم التي جرت في مقر قوات الكوماندو والتي حضرها البيشمركة العتيد عمر عثمان والد الشهيد آكام عمر، ووهاب حلبشي المدير العام لمكافحة الإرهاب، وساخيل كمال المدير العام للعمليات في الأسايش، أصدر بافل جلال طالباني قرار مباشرة المقدم ديار عمر كقائد جديد لقوات كوماندو كردستان. وخلال المراسم أشاد الرئيس بافل جلال طالباني بالدور البطولي والمخلص للشهيد آكام عمر في حماية أرض كردستان وترسيخ القانون، واستذكر بطولات ذلك القائد الصنديد، وقال الشهيد آكام: قال لي يوما الذي سيأتي من بعدي سيكون أقوى وسيدافع عن أرض كردستان وسيواجه الفساد بشكل أقوى وسيحمي سيادة القانون. وفي جانب آخر من حديثه ومع تهنئته وتمنياته للنجاح للمقدم ديار عمر، ثمن جهوده في تنفيذ مهامه السابقة، ووعز إليهم أن يكونوا كما كان الشهيد آكام مدافعين عن أرض كردستان، وأن قوات كوماندو كردستان هي أمانة الشهيد آكام، ويجب أن تكونوا جميعا مثله أوفياء وصناديد للاتحاد الوطني والكردستاني. اجتمع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر المديرية العامة للعمليات في السايش السليمانية مع المسؤولين الأمنيين والاستخبارات وقوات البيشمركة، وتمت خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والاستخباراتية والتنسيق بين القوات، وتم التأكيد على استمرار التنسيق من أجل حماية حياة المواطنين والاستقرار في المنطقة. وخلال الاجتماع قال الرئيس بافل جلال طالباني: أمن واستقرار المنطقة مرتبط بقدراتكم وكفاءاتكم أنتم، لذا يجب أن تكونوا جميع الجهود في هذا الإطار ومن أجل حياة المواطنين. زيادة التنسيق والعمل المشترك بينكم عامل مهم لتحقيق هذا الهدف العظيم بالالتزام بالقوانين المعمول بها وقرارات المحكمة. واجهوا الخارجين عن القانون بأشد صورة ولا تفسحوا المجال أبدا لهؤلاء الأشخاص أن يهددوا استقرار المنطقة وحياة المواطنين. وعن تنسيق والتعاون بين القوات الأمنية والعسكرية في إقليم كردستان وبغداد، قال رئيس بافل جلال طالباني: طوروا هذه العلاقات القوية، عملياتكم المشتركة من أجل مواجهة الإرهاب وحماية استقرار المنطقة لها نتائج إيجابية ومفرحة، وأتمنى لكم المزيد من النجاح. زار فهمي برهان رئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان مدينة كركوك بهدف الاطلاع على مجمل الأوضاع فيها. وخلال زيارته اجتمع فهمي برهان مع أعضاء كتلة تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا في مجلس محافظة كركوك. تم بحث آخر مستجدات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل إدارة محلية جديدة تخدم جميع المكونات في المحافظة، بالإضافة إلى أوضاع الفلاحين ومشكلة الأراضي الزراعية في كركوك. نثمن الجهود المبذولة من قبل السيد فهمي برهان وزير المناطق المتنازع عليه. الزيارة كانت زيارة مثمرة بين أعضاء مجلس محافظة كركوك قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان من أهم إنجازاته خلق جو من التنسيق بين جميع الكتل السياسية الموجودة في ساحة كركوك، وكذلك كيفية نستطيع بالتنسيق مع المسؤولي إقليم كردستان لحل الزعزعة والأزمة الحالية الموجودة. عقد جلسة كركوك، وهاي المواضيع من أبرزها لحل أزمة الكركوك سياسيا وإداريا.
المخدرات باتت آفة خطيرة تهدد المجتمع فضلا عن آثارها السلبية على متعاطيها، وتتجدد الدعوات بين الفينة والأخرى إلى ضرورة التوعية بخطورة هذه الآفة. وفي كركوك تم عقد ندوة بهذا الشأن في مركز التأهيل للمتعاطي ومدمني المخدرات، تمت فيها مناقشة سيل تنمية مهارات النجاح لنزلاء المركز. بعد انتشار ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين الفئات المختلفة في المجتمع، بادرت الحكومة العراقية والجهات الخاصة إلى إنشاء مراكز تأهيل خاصة لمتعاطي المخدرات، أملا بشفائهم من تلك الآفة والتي باتت تهدد المجتمع. مركز تأهيل مدمنين ومتعاطي المخدرات في محافظة كركوك هو التخلص من آفة الإدمان وإرجاع الشباب إلى أهاليهم وإلى المجتمع وأن يكونوا أناس أسوياء، وذلك من خلال برامج معدة من مختصين من المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادتها الفذة، عن طريق برامج مكثفة وتدريبية. اليوم الحكومات الموجودة والجهات المسؤولة كلها تعمل على قدم وساق في سبيل إيقاف حد خطر هذه الظاهرة. لولا وجود هذا الخطر لما قمنا هذه الورشات والندوات ووضعنا مراكز التأهيل. اليوم احنا بحاجة إلى سياسات حقيقية على أرض الواقع تمنع المخدرات انتشارها بشكل جريمة، وهذا نلاحظ أيضا من خلال جهود وزارة الداخلية، لكن محتاجين أن نكثف الجهود ونحفظ أبنائنا وشبابنا من هذه الآفة المدمرة للمجتمعات. في السياق نفسه أقام قصر الثقافة والفنون في كركوك وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ندوة تطور الذات وتنمية مهارات النجاح لنزلاء المركز التأهيلي لمتعاطي المخدرات. قصر الثقافة والفنون حريص على الاستمرار بإقامة الندوات التي تستهدف موضوع المخدرات وموضوع التعاطي وصولا إلى مجتمع خالي من المخدرات إن شاء الله. بحسب المادة 40 من قانون العقوبات العراقي، لا جريمة ولا عقاب لمن سلم نفسه إلى أحد مراكز تأهيل المتعاطين بالمخدرات لغرض العلاج، وتتكفل الحكومة بكافة مستلزمات العلاج حتى الشفاء التام. أسد شكور، فضائية كركوك. جرت في مدينة كركوك ورشة عمل حول المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بتنظيم من مؤسسة قمرة للثقافة والتعليم وبالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات في كركوك. وتم خلال الندوة تقديم التوضيحات حول هذه المادة وسط تأكيدات على ضرورة نشر التوعية بشأن المادة في إطار أبعاد مخاطر المخدرات عن المجتمع وخصوصا شريحة الشباب. وتختص المادة 40 من قانون المخدرات بتقديم المتهم نفسه إلى المؤسسة الصحية بغية العلاج من المرض، ويتعامل القانون العراقي مع هذه الحالة بوصفه مريضا، ولا تقام الدعوى الجزائية ضده عن جريمة التعاطي. مادة 40 تسمح لأي مواطن وصل لدرجة الإدمان أنه يقدم نفسه لمكتب مكافحة المخدرات، وبالتالي ما توقع عليه أي عقوبة، يعني مادة إنسانية بحتة. فإحنا كانت أو حاليا ندوتنا تتضمن هذا الموضوع حتى نثقف للناس شنو هي مادة 40، وإذا كان في المجتمع ناس وصلوا إلى درجة الإدمان أنه ممكن يقدمون أو يسلمون أو يروحون مديرية مكافحة المخدرات برضاهم، يقولون يابا احنا وصلنا لمرحله الادمان نريد نتعالج، ما توقع عليهم اي تبعات قانونيه، يعني اي حكم ما يصير عليهم. الورشه تكونت او بالتنسيق مع مديريه مكافحه مخدرات كركوك. بعد ورود شكاوى من موظفين في مختلف الدوائر الحكومية في كركوك حول آلية توزيع قطع أراضي لهم، عقد أعضاء في مجلس النواب العراقي عن محافظة كركوك اجتماعا لبحث هذه المسألة. وعقب انتهاء الاجتماع عقد النواب مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه مخرجات الاجتماع، مؤكدين في الوقت نفسه وجود غبن في آلية توزيع الأراضي.
حقيقة كان هنالك لجان عدة سبق وأن تم القيام بإجراءات تخصيص الأراضي. اللجنة التي تشكلت في الفترة الأخيرة حسب مراقبتنا لأدائهم كانت ليست بالمستوى المطلوب، وعلى أثرها احنا اجتمعنا بهذا الخصوص. طلبنا أنه بعد ما ثبتت لدينا بعض التظلمات وبعض الشكاوي، شلون موظف يأخذ في منطقة متميزة وشلون موظف آخر يأخذ في منطقة بعيدة ما يسوى 10 ملايين أو 15 مليون، بالإضافة إلى وجود شبهات في هذا الأمر عن قضايا بيع وشراء القطاع الأراضي مع بعض موظفي كركوك. احنا ما نتهم، لكننا نحقق في الأمر بناء على التظلمات اللي جاينا. سنفاتح مكتب السيد رئيس الوزراء بهذه المخالفات الموجودة وإيقاف إجراءات تخصيص الأراضي السابقة. أيضا أطلب الادعاء العام بضرورة التحرك. احنا راح نفتح مكتب مجلس النواب الموجود اللي عندكم موجود فيكم، راح تفتح أبوابها عليكم لتقديم التظلمات. على ضوءها احنا راح نفاتح الجهات المعنية، الجهات الرقابية، من اللي مسح أساميكم، القرعة شلون صارت، كل هذه راح تتعرض إلى الرقابة بهذا الخصوص. قضاء خرماتو من الأقضية التي تتميز بنسيج اجتماعي متعدد القوميات والأطياف والمذاهب، ويعيش أهلها بتكاتف وأواصر التعايش السلمي بينهم منذ الأزل. ولتعميق هذه الأواصر وتذكير الجيل الجديد بأهمية التنوع في قضاء خرماتو، أقام مشروع جمعية التحرير للتنمية مهرجانا للسلام، عبر من خلالها عن مدى تقارب أبناء القضاء فيما بينهم. كما تخلل المهرجان عروض مسرحية وإلقاء القصائد الشعرية، وبحضور جمع من أهل القضاء ومن جميع المكونات. بعقد كرنفال للسلام في توس خرماتو، هذا القضاء العزيز الذي يعتبر كعراق مصغر، يضم جميع مكونات، يضم العديد من المكونات والقوميات المجتمعية المختلفة، حيث هذه الجهود كانت ضمن العديد من المبادرات المجتمعية التي تنوي جمعية التحرير عقدها إن شاء الله في القريب العاجل لتعزيز التماسك المجتمعي والتعايش السلمي في قضاء توس خرماتو. شارك كممثل في مسرحية صغيرة تعبر عن نداء إنساني حول أحد المرضى، وهدفنا نحن ككرد وعرب وتركمان من هذه الكرنفالات الذي أقامها إحدى المنظمات الإنسانية، هو هدفنا هو بناء السلام وتجديد الثقة بين المواطن الضفدعي سواء كان عربا أو تركمانا. يشهد ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة عند الساعة 9 منذ مساء اليوم الثلاثاء مباراة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الفيتنامي لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات آسيا 2027. ويطمح المنتخب العراقي إلى تجديد التفوق على الفريق الفيتنامي بعد الفوز عليه ذهابا بهدف دون رد، جاء بتوقيع المهاجم مهند علي قبل النهاية بثوان معدودة من أجل إنهاء هذه المرحلة بالعلامة الكاملة عقب ضمان التأهل المبكر. ويدرك المدرب الإسباني خيسيوس كاساس ضرورة الحصول على النقاط الثلاث في لقاء اليوم لما لها من مردودات معنوية للفريق قبل دخول المرحلة الحاسمة من التصفيات، إضافة إلى أهميتها في التصنيف الدولي، لا سيما أن الفوز سيرتقي بمنتخبنا نحو المستوى الثاني في قرعة الدور الحاسم بشرط خسارة المنتخب السعودي أمام الأردن. في الختام تقبلوا أطيب التحايا، إلى اللقاء.